مكان متعب للافراح وهي تلم النقطه. هي شكلها تلم النقطة؟ والله ما هتلم ريال. يمكن تجيب له النقطه. ايش ولا في عمي يا وحيد ايش في عمي؟ ايه لك هات مهزوم جايب لي جحا يا عمي هذا اللي موجود. هات لي جحا من العصر العباسي. هو كلها ساعة حيمشي يا عمي. يا حسن ده مش جحا، امال ايه؟ ابو زيد الهلالي. هو ده؟ ابو زيد الهلالي سلامه. سلامة اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا سيدي. لو سمحت يا اخينا ممكن نسألك سؤال كده يعني ولو مؤاخذة؟ جايب لي مأذون حشاش. ايوه اتفضل اتفضل. لا حشاش ده. اتفضل اسال السؤال يا معاذ يعني. شويه يا مزاج. انا تحت امرك اسال. انت الاستاذ اللي بيقولوا عليه حسن رقاق. رجاج؟ لا حسن عجينه. ايه حسن عجينه. عجينة سمبوسة اهو كلكم في الصينية. ده صاحب كوبايه يا شباب. ده خمرجي. ده هيعمل مثل يلا اتفضل اتفضل حضرتك اتفضل. شكرا يا سيدي وسامحونا على التأخير يا سيدي. اتفضل يا سيدي. كل من جوز بنتك الدور هذا يقول لي الجواز في حارة السبيل اضرب مشوار لما هناك يقوم يرجع يتصل عليا تاني يقول لي الجواز هنا في منتزه سوسته مدري كوسته مدري شو لا بالاهل. كوستا سوستي يا اخويا هنكتب الكتاب واحنا بنتهز. ايه هو هذا اللي انت قلت عليه يا سيدي. اتفضل اهلا وسهلا. عموما يا سيدي الكل انت ايوه مبروك عليكم جميعا ان شاء الله. الله يبارك فيك. عقبال البكاري ان شاء الله والجواري والناس اللي بتدق البواري فوق الكباري بيب بيب واللي جاهم مرض الصفاري من اكل البخاري بيب بيب. الله يخليك ويبارك فيك. بيب بيب. الحمد لله انك انت جيت بعد ما دخت في الحواري. بيب بيب. اروح. لا بس عزك الله وعز الجالسين اصلي انا تاخرت شويه عشان الحمار حقي كان جيعان شويه فرميت له حزمتين برسيم ينقنق فيها شويه. جايب لي مأذون راكب حمار في القرن ال21. يا حسن انت مش فاهم. ايه؟ المأذون كان بياكل الحمار في البيت موجود. وبعت الحمار والمأذون في البيت. ده الحمار. اول مره اشوف حمار لابس نظارات. اسكت يا ولد كده رضاقت انت. حسن نعم. بيب بيب بيب. انت متأكد ان ده المأذون شاي؟ دي بطيخ. طب فين المأذون؟ مش انت مأذون شرعي؟ لا مأذون علمي فصل ثانية ثالث يا حبيبي. ايوه طبعا مأذون ولا شايفني زباط. لا شايفك مأذون بس ريحة أهلك سبال. انتوا ما انتوا جاي تملك وجاي تتلكك وانت. نافورة جدة طلع. معلش حقك علينا. حقك علينا يا انت اسمك ايه؟ صدقة تغدغني يا سيدي. يا سيدي هتاخد الصدقة بس بعد ما تكتب الكتاب. يا عمي بقول لك صدقة يا تغدغني. عم أنا طرت. ما أنا قاعد جنبك أهو. مش هسيبك إلا لما أديك الصدقة بتاعتك. يا ابويا افهم الكلام اللي بقول لك هو بقول لك اسمي صدقة تغدغني. أبوك اسمه دغدغني. طبعا اسمه دغدغني وليا الشرف في كده يا حبيبي. دقيقة واحدة بس أشوف الولية عايزة إيه.